النهارده بقى كده هنعمل وصفة حلوة جدا. هنعمل ممبار بوبس بطريقة حلوة، وكمان بدبس الرمان. شايفين بقى كده من جوه الرزاية طالعة ازاي؟ شايفه هو مستوي ازاي معايا وما فرقعش ولا اي حاجة. شايفه كمان الرز يعني حباية حباية كده مش معجون. هقولك بقى على كل اسراره اللي هيخليه ناجح معاكي. اول حاجة كده هجيبي بصلتين كبار متقطعين، تمام، وهنبدأ بقى نحط عليهم معلقتين سمنة ومعلقتين زيت. الزيت هنا بيخلي الرز معاكي مفلفل وفي نفس الوقت ما يعجنش. تمام، شايفة بقى هي كده اخدت اللون الذهبي شوية. في المرحلة دي بقى هكون شايفة اهو يعني غمقت سنة. جبت بقى كده عصير طماطم، هنزل بيها دلوقتي وهسيبه بقى كده يتسبك كويس خالص. الصلصة دي عايزاها تتقل مع البصل. تمام، هقلبهم كده قلبتين بعد ما نزلت بصلصة الطماطم. لو ما عندكيش طماطم فريش ممكن طماطم معلبة اللي تستخدميه. تمام، شايفين هنا كده اتسبكت ازاي؟ هنزل بقى بمعلقة من الصلصة. تمام، معلقة واحدة بالظبط عشان تعزز معايا اللون والطعم. بالشكل ده هقلبها بقى، وهبدأ انزل كمان بالخضرة بتاعتي اللي هي بقدونس على كزبرة خضرة، بيدي طعم حلو جدا. هنزل بقى بمعلقة فلفل اسمر، معاها معلقتين من الملح، ضفت معلقة وادي تاني معلقة بالشكل ده. وهضيف كمان نعناع مجفف حلو جدا، ومعاهم معلقة كبيرة من السبع بهارات ومعلقة كبيرة من البابريكا. كل ده بيدي طعم حلو جدا جدا لخلطة المحشي. تمام، شايفين بقى المكون السري اللي هو الدبس رمان، بيدي كده طعم للممبار مختلف جدا. تمام، هقلبه بقى وهنزل كمان بنص كيلو من الرز المغسول ومتصفي خالص، ما يبقاش فيه نسبة مية علشان يتشرب معاكي كويس. هقلبه كده قلبتين، شايفة بالشكل ده. هجيب بقى الممبار طبعا بعد ما نضفته كويس جدا ونقعت في الخل والملح. هجيب هنا غطا يعني رقبة ازازة. تمام، لو عندك قمع مفيش مشكلة، بس بحس ان رقبة الازازة بتبقى اسهل في الشغل. هنزل كده الرز في الرقبة بسرعة، هتلاقيها على طول نزل معاكي بسرعة جدا وبكل سهولة بالشكل ده. شايفة اهو. هبدأ بقى كده ايه، ابطط الممبار خالص، يعني اخلي كمية الرز كده ممسوحة مسحة كده في قلب الممبار علشان ما يفرقعش معايا في الشوربة. زي ما انت كده شايفة. بس انا ببططه ازاي خالص، ما بخليش يعني في رز زيادة. اي رز زيادة بقى بخرجه بالشكل ده. ببدأ بقى كده بعد ما بططه كده كويس واحس ان هو الرز يدوب مظبوط، هجيب بقى كده خيط معايا وهبدأ ان انا اربط اول طرف الممبار، يعني اول طرف خالص من بره كده بربطه. تمام، ربطتين علشان ما يفكش معايا. وبعدين هسيب بقى كده ايه قد عقلتين صباع، وهبدأ اسحب شوية كده رز لتحت واسيب فراغ علشان اما يتمدد الرز ما ينفجرش. لو انا عملته من غير ما اسيب هوا او مسافة كده من جوه، هتبصي هتلاقيه فرقع معاكي اول ما ينزل الشوربه. تمام، هبدأ بقى اعمل كده على كل الممبار بالطريقة دي. هسيب يا دوب عقلتين صباع، وهبدأ ان انا اربط، وهسيب كمان مسافة كده مهوية شوية علشان الرز ما يفرقعش مني وياخد السوى الكامل بتاعه وما يطلعش ني معايا ومش مستوي. تمام بالشكل ده. وكمان في معلومة مهمة، لازم تخرمي الممبار، القطع دي تخرميها. شايفة بقى احنا عملناه كده ازاي؟ زي العقد كده. هنزل بقى في الشوربة وهي بتغلي، شايفة بيبدأ على طول ينكمش ويبقى بالشكل ده اهو. شايفة شكله حلو جدا. هيستوي بقى معايا هنا في الشوربة. ضفت بصل، ورق لوري، حبهان، كمان ضفت معلقة صغيرة من الملح. عندي هنا طاسة فيها معلقتين سمنة على معلقتين من الزيت. تمام، شايفة حطيت بقى كده وابتديت احمر الممبار بتاعي بالشكل ده. شايفة بقى هبدأ كده اقلبه بالشكل ده. هو اخد لون بسرعة جدا اهو، وكمان من غير ما شلت الخيوط اللي فيه. هشيلها بقى بكل سهولة بعد ايه اما يتحمر بالشكل ده. شايفة اهو. انا بقى دلوقتي هفصلهم من بعض، بيتفصل بصي بكل سهولة والخيط بيخرج عادي خالص
اهو بتقدري تشيليه وتتخلصي منه من غير ما يحصل اي حاجة اهو زي ما انت كده شايفة بالشكل ده، وبيطلع شكله شيك وحلو. ده شكله بقى كده بعد ما جهزناه مع بعض. شايفين بقى شكله بيبقى شيك جدا على السفرة بتاعتك، بالذات لما يكون عندك ضيوف، بدل بقى ما تعمليه كده كبير وتقطعيه قطع. اتمنى بقى انت تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.